وبعدين بفلوسك دي ما قعدتش في بلدك ليه؟ بفلوسك دي ما قعدتش وخدتها كده واستمتعت بيها وصرفتها في بلدك ليه؟ لو انت نازل يعني معاك فلوس. انتوا عندنا امتلكتوا عقارات ومحلات ومدارس خاصة كمان. الحبايب صباح الفل. انا بعد ما اتكلمت في موضوع اللاجئين بصراحه ما كنتش ناوي اتكلم فيه تاني، قلت خلاص انا اتكلمت فيه بما فيه الكفايه. ولكن لقيت رسائل كتير استفزازيه جايه لي على الصفحه، ومنهم الرساله اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. الرساله دي لواحد اعتقد انه سوري، لاني دخلت على البروفايل بتاعه. بيقول ايه؟ بيقول قاعدين على قلبكم، طز في حكومه بلحه واحنا بندفع مرتباتكم من ضرايبنا. ده بجد؟ قاعدين على قلبكم ده شغل بلطجه، يعني هي ملهاش معنى تاني. وبعدين طز في حكومة بلحة قصدك ايه؟ بتغلط في حكومتنا مثلا؟ الحكومة اللي حامياك وهي اصلا اللي جايباك؟ وبعدين فلوسك اللي انت بتقول ان انت بتدفع مرتباتنا من ضرايبكم. اولا اي حد في اي حتة في العالم بيدفع ضرايب، ولا انت عايز قانون لوحدك يقول ان اللاجئين ما يدفعوش ضرايب؟ كلنا بندفع ضرايب. وبعدين بفلوسك دي ما قعدتش في بلدك ليه؟ بفلوسك دي ما قعدتش وخدتها كده واستمتعت بيها وصرفتها في بلدك ليه؟ لو انت نازل يعني معاك فلوس. انتوا عندنا امتلكتوا عقارات ومحلات ومدارس خاصة كمان، وعملتوا مشاريع نجحت في بلدنا. المصري هو اللي زود فلوسك وكبر حجم استثماراتك. لو انت فاتح مطعم، مين اللي بيدخل ياكل عندك؟ المصري. لو انت فاتح محل بتبيع حاجة، مين اللي دخل اشترى منك؟ المصري. يعني المصري هو السبب في الخير اللي انت فيه. مفيش دولة في العالم بتدي الحقوق ديت لأي لاجئ عندها. كبرها كانت تسيبهم على الحدود، إنما حضرتك دخلت وامتلكت وعملت مشاريع ونجحت المشاريع بفضل المصريين، وإلا كنت قعدت بفلوسك دي في بلدك. وهنا بقى يجي دورنا احنا يا جماعة، يجي دورنا احنا كمصريين. المقاطعة طالما في ناس مستفزة بالطريقة ديت، المفروض ان احنا نقاطع كل حاجة غير مصرية. يعني حضرتك لو بتدخل تاكل في مطعم غير مصري ما تدخلش تاني. لو حضرتك بتشتري حاجة من محل غير مصري او بتشتري حاجة من حد غير مصري ما تشتريش تاني. يعني هو كده، هو مش هينفع معاهم غير المقاطعة لكل ما هو غير مصري، لان ده استفزاز. انتوا كنتوا سبب في غلاء الاسعار وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب لانكم اخدتوا وظائف من مصريين. فما تجيش تقول لي كمان ان احنا قاعدين بفلوسنا او احنا اللي بندفع مرتباتكم. لا كده كتير قوي بقى. وعايزين كمان اخر حاجة نفعل لا لتملك غير المصريين للعقارات. نفعل هاشتاج لا لتملك غير المصريين للعقارات، ويقتصر وجودهم على الإيجار فقط، وترحيل كل من يخالف القانون فورا. عايزين يا جماعة نفعل الهاشتاج ده، لأن ما ينفعش بعد 15 سنة وفلوسك كترت عندنا جاي تقول أنا قاعد بفلوسي وبدفع مرتباتكم بفلوسي. آخر 15 سنة ومش آخر 15 سنة لأنك لسه قاعد جاي تقول أنا قاعد بفلوسي. عيب، المفروض تقول شكرا. فعشان كده يا جماعة الحل في ايديكم انتوا كمصريين اكتر من اي حد تاني. حضرتك لو لقيت مطعم غير مصري لو سمحت ما تروحش تاكل فيه. لو لقيت حد بيبيع حاجة في محل غير مصري لو سمحت ما تروحش تشتري منه. شوفوا سهلة ازاي؟ مقاطعة كل ما هو غير مصري واجب وطني.